ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل معاكم فيديو بسيط وسهل، المكرونه بالكلاوي. الكلاوي اللي بتيجي مع الكبد هنعملها النهارده، نقطعها عصافيري صغير عشان تبقى زيها زي اللحمه المفرومه، تستوي معانا وتبقى طعمها جميل ان شاء الله. معانا المكرونه بتاعتنا المحمره، اي نوع عندنا. طبعا التحمير زيت ومكرونه زيه زي الشعريه بالظبط. طبعا ده تجهيز من قبل رمضان عشان نخلص وقتنا طبعا. فاللي عايز يعرف يعني ايه تجهيزات رمضان هيشوف الفيديو بتاعنا بتاع تجهيزات رمضان، هنزله لكم رابط على الفيديو. هو سهل، انا طبعا بختصر عشان خاطر الوقت وتقدروا تستفادوا بالفيديو اكتر وقت ممكن. طبعا معانا زي ما انا قلت عصافيري متقطعه، الكلاوي اهي عشان بس اللي مش عارف يعني ايه كلاوي، بتيجي مع الكبد اللي هي عندنا بتاعت الجاموسه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنقطعها عصافيري، يا اما نطلبها من الجزار ونقول له يقطعها لنا عصافيري. معانا ايه كمان مع الوصفه بتاعتنا؟ بصل وفلفل احمر اخضر اصفر، الموجود اخضر بس ماشي براحتكم خالص. فلفل اخضر واحمر حراق اللي هو الشطه بتاعتنا، عايزين نشيلها خالص من الوصفه دي مش عادي خالص، نشيلها براحتنا. جزره مبشوره، معانا كمان توم وقرفه، زيت طبعا، وبحب احط سمنه بلدي في الوصفه دي بالذات بتبقى جميله قوي. معانا مكعب مرق، ولو عندنا شوربه لحمه يبقى كفايه خالص. معانا معلقه سكر عشان تعدل لنا الطعم، ودي اساسي في كل الحوادق عندنا. اتكلمت قبل كده في كام فيديو انها زيها زي الحلويات، لما بنحط رشه الملح بتاعتنا برضو بنحط رشه السكر عندنا في الحوادق. هنعوز بقى كمان معانا كمان الزيت بتاعنا زي ما انا قلت مع السمنه، وكمان على الوصفه بتاعتنا بتاعت الكلاوي واحنا بنعملها هنعوز معلقه، معانا طبعا معلقه اللي هي الخل، معلقه صغيره بتاعت الشاي، معلقه خل، ومعانا كمان نص ليمونه محصوره زي ما انتم شايفين كده، وملح ملح وفلفل اسمر وكمان كمون. هناخد طبعا الزيت بتاعنا مع الزبده اللي هي السمنه بتاعتنا عن الطاسه بتاعتنا. نحط الكلاوي بتاعتنا بالشكل ده، سامعين الصوت ده؟ هو ده اللي انا عايزاه، ولو اكتر من كده ماشي، عشان مش عايزه ميه خالص تنزل عندي في الطاسه بتاعتي. وبعدين ابتدي ارش رشه كده قرفه، رشه قرفه، ونسيب الباقي بالشكل. نبتدي نعلي بس النار عشان خاطر مش عايزاها تنزل ميتها خالص. كده زي ما انتوا شايفينها خلصت. هنبتدي نطفي بقى بالليمون كمان خل ونقلب، وبعدين نطفي خالص، وكده تبقى جاهزه عندي عشان نبتدي نعمل حله المكرونه بتاعتي بالشكل ده. تقدر ان احنا نعمل بيها حشوه، نقدر نعمل بيها حشوه جلاش،
حشوة مثلا رقاق، اي حاجة خالص عندي نقدر نعملها. حشوة عندي تنفع تبقى زي الفل، زي ما انتوا شايفينها كترت بالخضروات اللي احنا حاطينها، وبقت زي ما انتوا شايفينها جميلة وجاهزة. نجيب بقى المكرونة بتاعتي. حطيت المكرونة بتاعتي. المكرونة بتاعتي قلبو اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي بتبقى معوجة شوية، اسمها قلبو. انتوا طبعا اي نوع مكرونة، صغير كبير وسط، اللي هي الحلقان دي براحتنا خالص، الموجودة عندنا ما نتقيدش. هحط معلقة سمنة بلدي، طبعا انا محمراها بالزيت. هحط معلقة سمنة بلدي كده عشان تديني طعم جميل زي ما انتوا شايفين. بعدين نعمل ايه؟ نبتدي نحط ذرة القرفة بتاعتي على المكرونة. وهنحط ايه كمان؟ هنحط الكمون بتاعنا عشان بيدي طعم حلو برضو للمكرونة بالشكل ده. هنحط ايه كمان؟ كده زي ما احنا شايفين اهو، اللي هو التومة. انا قلت لكم شوية اللي هخليها عشان نحطهم على المكرونة بالشكل ده. طبعا نجيب بقى المعلقة بتاعتنا اللي هي السيليكون عشان الحلة بتاعتنا. الحاجات دي بتفرق جامد في حفظنا للحاجة عندنا انها تعيش فترة اطول. وانا بتكلم دلوقتي عن الحلل، الحلة اللي احنا بنستعملها دلوقتي، ان احنا نخلي بالنا من كل حاجة في استخداماتنا عشان الحاجة تعيش معانا كتير، لان الدنيا غالية زي ما انتوا شايفين. هبتدي اضيف عندي الخلطة بتاعتي الجميلة دي، وابتدي اقلب. والمية تكون مغلية، المية تكون مغلية. ونظبط بقى الملح، وما ننساش ان احنا حاطين مكعب الملح بتاعنا. حبة مكرونة هيبقوا خطار جدا جدا. متنسوش ان احنا عاينين حبة فلفل من كل نوع هنحطهم مع الجزر في الاخر خالص قبل ما نطفي ب5 دقايق. هنبتدي نحط عندنا الباقي في الخضار عشان يفضل كده ايه فريش وجميل، تبقى جميلة. وكل سنة وانتم طيبين. هنشوف الوصفة. طبعا هنحط المية، مش هتقعد كتير خالص، زيها اهو. نضيف المية عشان تشوفوا. نظبط الحوض اهو زي ما انتم شايفين. نظبط الحوض كمان مرة، انا باكد عشان نبقى عارفين بالشكل ده. مش هنحط بقى كتير، المعيار زي ما انتم شايفينه كده اهو. نبتدي بقى ايه نشوف الحوض بتاعنا ونطفي عليها ونوريه لكم. ما بتقعدش كتير ولا حاجه، من 10 لربع ساعه بالكتير خالص. وهنطفي عليها نسيبها تغلي، واول ما تغلي نوطي عليها زيها زي الرز بالظبط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنوريها لكم بقى في الوصفه. وبالف هنا وشفا، واستنونا ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين.